السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى اخوات في الكون؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. قولوا امين، اللهم امين يا رب. وصلوا على النبي كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. عملت المنج بطريقة جميلة جدا زي ما انتم ما شايفين كده، واللحمة معانا كانت دايبة دوب كده، وعايزة اقول لكم زي العسل، تستاهل بقكم. يلا بقى تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المكونات ايه. اول حاجه كده نسمي الله ونتوكل على الله ونخش نشوف المكونات اللي انا مجهزاها لكم اهوت. اول حاجه نعمل الوصفه بتاعتنا خطوه بخطوه مع بعض عشان تعرفي كل التكات وكل كده التفاصيل. عندنا اصل المندي اللحمه الضاني، تمام؟ اللحمه الضاني اهي، ومفيش لو ما عندكيش لحمه ضاني تعملي بلحمه كندوز. ومعانا بقى كيلو رز. انا هعمل بالرز المصري بتاعنا، الرز البلدي بتاعنا عادي جدا، يعني هو اصلا الاصلي كمان فيه الرز الايه البسمتي. بس البنات مش بيحبوا، زي ما انتوا عارفين ان الاكل ده اذواق. ومعانا كمان بصلتين مبشورين، ومعانا جزرتين مبشورين، بصلتين كبار مبشورين، ومعانا بقى التوابل، ورق لورا، ومعانا ليمون مجفف، ومعانا عودين كده قرفة خشب، وفلفل اسمر حصى، وحبهان، ومعانا قرنفل. تمام؟ دي كده دي البهارات اللي هي الخشنة، هنركنها دلوقتي على جنب عشان دي تبع الرز. هنجيب بقى طبق هنحط فيه اللحمة عشان نتبل اللحمة بتاعتنا. وهنحط بقى على اللحمة بتاعتنا، هنتبلها بإيه؟ بملح وفلفل أسمر. والمفروض إن أنا هحط، أو هو عامة بيتحط كده على يعني كده اللحمة بودرة زعفران وبهارات مندي. بس أنا رحت أجيب كده الحاجات دي من عند كده، يعني من عند العطار اللي عندنا، ما لقيتش الحاجتين دول. هنقف على الوصفة بتاعتنا هنأجلها؟ لا طبعا مفيش الكلام ده معانا. هنكمل الوصفة. طبعا بودرة الزعفران بتبقى لونها أصفر وبتدي طعم وبتدي ريحة كمان. أنا طبعا قلت لأ، هاحط بديلها إيه، كان عندي بقى كركم، رُحت حاطة معلقة صغيرة كركم زي ما أنتم شُفتوا كده. نحاول بقى نخلّي اللحمة تشرب من كل بقى الحاجات اللي إحنا حطيناها، كركم، ملح، وفلفل أسمر. ونقلّب اللحمة كده كويس، نخلّيها كل حتّة لحمة فيها شاربة من التوابل دي كلّها. نركن بقى اللحمة، نسيبها كده ساعة تاخد بقى من الملح والحاجات دي، ونروح نعمل الرز. والتكات بقى في الرز ده جميلة جدًا. أول حاجة جبنا الحلة علّقنا عليها وحطيت فيها حبّة زيت، وحطيت بقى كل التوابل الخشنة اللي أنا قُلت لكم عليها. نزلت بقى بالتوابل قلّبيها كده تقليبتين. وكمان مجهّزة مرقة دجاج. المرقة الدجاج دي اللي أنا عاملاها في البيت يا جماعة، أنتم عارفين إن أنا ما باشتريش أي حاجة من يعني برّه، أي حاجة باحب أعملها في البيت. مرقة الدجاج دي ما باحبهاش من برّه خالص. أنا عاملاها وإن شاء الله هانزّل لكم اللينك بتاعها في أول تعليق مثبت. طريقة جميلة جدًا. باحطها بقى عشان أنا ما عنديش شوربة. طبعًا أنا هاسقي بقى الرز بتاعنا مَيّة، فقُلت أطلّع مكعب مرقة أحطه تعمل معانا شغل برضه. ونزلت بالبصلة، نشوّح كل الكلام ده مع بعضه. عايزة أقول لكم إن الريحة كانت طالعة خطيرة، كانت دمار بصراحة يعني. يالّا يا حبايبي حطّوا لي اللايك كده وشجعوني، والريحة واصلة لكم لحد عندكم والّا لأ؟ هنا كنت بقى إيه باقلّب كده، المرقة الدجاج كنت باحاول إن أنا إيه أفكّكها عشان هي كانت متلّجة. الطريقة دي جميلة جدًا. ومرقة الدجاج بقى البيتي تحفة. عايزاكم بقى إن شاء الله تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعه، جميلة وتعملوها في البيت. هتوفّر عليكم كتير، وكمان سيبكم من بقى التوفير، حاجة كده بيتي أنتِ عاملاها جميلة كده، ما تضمنيش حاجة برّه. عاملاها بمرقة وبخضار، أو بشوربة وخضار، في ناس ما تعرفش المرقة. نزلت بقى بالجزر بتاعنا بعد ما شوّحت البصل. البصل مش عايزاه ياخد لون خالص، هو بس كده يدبل، وبعدين هننزل بالجزر زي ما أنتم ما شايفين كده. ونقلّب كده تقليبتين، وهننزل بقى معانا هنضيف ملح. وعشان ناخد اللون كده، اللون الأصفر كده الحلو بتاع الرز، هنحط برضه كركم بدل الإيه، ركّزوا معايا، بدل بودرة زعفران. الكركم هيمشّي معانا برضه الغرض. هناخد كده الرز هيبقى لونه أصفر، وهيبقى برضه طعمه حلو. بما إننا بقى إيه، ما تلاقيناش حاجة نعمل بديلها بقى في البيت. إحنا هنا هنزوّد بقى المَيّة أهيّة سخنة زي ما أنا ما قُلت لكم، عشان أنا ما كانش عندي شوربة. استكفيت بقى بمكعب الشوربة اللي أنا حطيته مع المَيّة. هنروح بقى نجهّز الرز. جهّزت كده الصينية اللي أنا هاحط فيها الرز، غسلت الرز وحطيته كده إيه، في قلب كده الصينية، وهننزل عليه بالمَيّة اللي إحنا عملناها، المَيّة الجميلة اللي فيها البهارات الجميلة ديّة وريحتها عسل، حاجة كده تستاهل بُقكم. وهنجيب بقى شبكة نحطها على وش الصينية،
وهنبدأ نرص عليها بقى اللحمة الجميلة، عشان كل الصوص اللي في قلب اللحمة وكل كده الدهون اللي في اللحمة هتنزل على الرز بتاعنا ده، هتخليه كده عسل، هيبقى طعمه ما شاء الله تحفة. تعالوا بقى اقول لكم التسوية ازاي. طبعا احنا هنكون مولعين الفرن من قبل ما نبدأ في الوصفة خالص، لان زي ما انتم ما شفتوا كده ما بتاخدش معانا حاجة. لازم تحطي الوصفة الصينية بتاعتك دي في درجة حرارة عالية، نكون مولعين الفرن قبليها، وتحطيها تحت على الصاجة ربع ساعة. وبعد كده بعد الربع ساعة تهدي النار، يعني أول حاجة بتبقى درجة حرارة 180، وبعد كده تهدي النار وتروحي إيه على أهدى نار حاجة، وتروحي مطلعاها، تروحي مطلعة الصينية على الرف اللي هو على الشبكة في النص، وتولعي الشواية وتسيبيها 3 ساعات. 3 ساعات هتكون استوت معاكي وتكون بقت زي الفل، زي ما انتوا هتشوفوها معايا. دلوقتي انا بغلفها، اهم حاجه ان احنا نكتمها كويس جدا، وقبل ما نحط الورق الفويل لازم نحط ورق الزبده، عشان الورق الفويل غلط لما تحطيه على اللحمة أو على الوصف أو على الأكلة بتاعتك مباشر يعني كده. تمام كده، أنا غلفتها كويس وما خليتش فيها هوا، لازم تكتميها كويس وتغلفيها حلو. حطيناها في قلب الفرن بقى وهنسيبها زي ما أنا ما قلت لكم كده. هنروح بقى، طبعا الأكلة دي المندي النهاردة ده بيتاكل بره في قلب المطاعم، بيكون جنبه سمبوسة. أنا بصراحة طقت في دماغي كده نسيت أجيب السمبوسة، أو كنت هاعمل الأكلة دي بس عامةً يعني، أنا مش هاكدب عليكم. لقيت قُلت لأ، أنا لازم أعمل لهم حاجة جنبها. رُحت قُلت إيه، هاعمل لهم جلاش بطريقة برضه السمبوسة. هتعمليه إزاي؟ هاعمله اللي هو إيه، قطّعت جبت كده طلّعت لفة الجلاش زي ما أنتم شفتوا كده، وباقطعها بالطول، وباعملها اللي هو السمبوكسة. طلّعت بقى اللحمة، كان عندي حبة لحمة كده متعصجين متشالين كده، وفّروا معايا اليوم ده. طبعًا زي ما أنتم عارفين عشان لمّا باكون جايبة لحمة باعمل لحمة متعصجة، زي ما أنتم عارفين باحب أزوّد كده الكمية، واشيل حبة كده لوقت الزنقة، لوقت كده عايزة أطلّع حبة لحمة أعملهم في أي وصفة، زي ما أنتم عارفين. طلّعت بقى اللحمة فكِّت، و قُلت أحشي بقى بيها. زي ما أنتم ما شايفين كده، هاعملها بقى. يالّا يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش بقى يوحّد الله ويصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ويحط لي اللايك فضلًا منكم وليس أمرًا. شجعوني كده حبايبي، محتاجة تشجيعكم كتير. حطوا لي اللايك وشير، ولو لسه ما عملتيش اشتراك بقى انزلي حالًا اشتركي تحت الفيديو في كلمة باللون الأحمر، اضغطي عليها وفعّلي زر الجرس عشان كل ما انزّل حاجة جديدة ييجي لكم مني إشعار. يالّا واللي بيسمعني بقى دلوقتي يحط لي كده تعليق كده حلو إيجابي منكم ويشجعني، واكتبوا لي إيه رأيكم في الوصفات اللي أنا باقدّمها، وكمان باقدّم روتينات، أتمنى يا رب تشجعوني كده وتدعموني عشان أنا باحبكم كتير. وزي ما أنتم ما شايفين كده، أنا طبعًا إيه، أنا باورّيكم كام كده واحدة، عملت معاكم 2 أو 3 عشان خاطر، ومهدية المقطع ده عشان خاطر تعرفوا هي بتتلف إزاي. عايزة أقول لكم إن أنا الأول ما كنتش باعرف ألفّها، بافضل في أول كام ورقة كده بافضل أتعلّم لحد لمّا تيجي معايا صح. يعني مش كُلّنا يا جماعة شطّار في كل حاجة يعني، فالحمد لله اللي إحنا بنتعلّم، بنحاول يعني. زي ما أنتم شايفين كده أنا باخد ورقتين فوق بعض، وفي النُص بادهن مسحة سمنة كده بسيطة أوي، وبنحط بقى معلقة اللحمة، وباروح إيه لفّاها كده سمبوكسة، زي ما أنتم ما شايفين كده، وباقفلها بالسمنة برضه. أنا بقى إيه، هاكمّل بقى أنا الكمية كلّها عشان إيه، أنا كده كانت رجلي وجعتني وهاقعد بقى في قلب الأرض كده وإيه أكمّلهم. يالّا شجعوني وحطّوا لي اللايك. زي ما أنتم ما شايفين كده، أنا قُلت لكم باقول لكم دلوقتي أنا هاقعد أكمّل أنا. بسم الله ما شاء الله. أنا هنا كنت بادهن بقى الوش السمنة، ومجهّزة نُص كوباية لبن وبيضة معانا عشان نسقي بيهم الجلاش بتاعنا. كان سهل وخفيف كده، وعايزة أقول لكم برضه جميل جنب برضه كده جنب المندي بتاعنا، جنب الوصفة بتاعتنا النهارده. رشيت بقى رشة فلفل أسمر صغيرة وسنة ملح. يلا نخلط كله مع بعضه كده، ندوب البيضة وننزل على الصينية، وهنسيبها كده سيكة، وبعدين نروح نحطها في قلب الفرن برضه هنسويها، نحطها على الرف الرف اللي في النص كده بقى، نروح نوديها لان كده كان المندي بتاعنا كان استوى. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا بقى على الجمال والحلاوة، صلوا على النبي كده يا حبايبي. ده بعد 3 ساعات في قلب الفرن زي ما انتم ما شايفين كده.
عايزة اقول لكم اللحمة كانت دايبة دوب كده ومستوية وطعمها جميل، واخدة من كل التوابل اللي احنا حطيناها وعسل. هنشيل بقى الحاجات دي كده كلها، نشيل الورق ده كده ملكش اي لازمة خلاص كده. يلا يا حبايبي، اتمنى يا رب تحطوا لنا اللايك كده وتشجعونا، محتاجة تشجيعكم كتير. شايفين كده، انا هوريكم دلوقتي اللحمة هي كانت سخنة، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دايبة، شايفين؟ طبعا عشان هي سخنة مش عارفة انا امسكها، دايبة دوب كده، وطعمها بقى عسل. الواحد مش قادر يقاومها بصراحة، عايزة لازم ادوقها كده علشان اقول لكم الكلام يبقى على ثقة، وعشان تشوفوا قد ايه انها مستوية ودايبة دوب كده معانا. والرز كمان طعمه تحفة. ودي كانت الطريقة بتاعتي في عمل المندي، طريقة سهلة وبسيطة وبالتكات بتاعتنا الخاصة زي ما انتم ما شايفين كده. وهنا بقى كان الجلاش بتاعنا استوى، بسم الله ما شاء الله، عايزة اقول لكم طعمه كان جميل جدا. وطبعا كده عملنا الأكلة بتاعتنا النهاردة. وعملنا برضو طبق سلطة خضرا كده جنب الوصفة بتاعتنا، وممكن نعمل جنبها بقى طحينة، بس أنا مرضتش أعمل طحينة عشان البنات عندي مش يعني بيحبوها. أتمنى يا رب لو كان الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك